ما حصل في سوريا، ما حصل في العراق، هذا من حقي أن أتوقع، من حقي أن أتصور، من حقي أن أحلل، من حقي أن أقرأ. أنا أقول لكم إذا بقيت الحياة وبقينا فالقادم سيكون على إيران. واسمعوا مني هذا الشيء، اسمعوا، ليس على نحو التنبؤ والنبوة، إنما على نحو القراءة، قراءة الواقع. ستتشظى إيران، ستنتهي إيران، ستنهار إيران أسرع من انهيار الموصل أمام الدواعش. الشعب الإيراني، افصلوا أيها السياسيون، أيها المحللون، أيها العرب، أيها المسلمون، أيها السنة، أيها الشيعة، أيها المسيحيون، أيتها القوميات بمختلف الأسماء والعناوين، افصلوا بين الشعب الإيراني وبين بعض رموز السلطة المتسلطة الانتهازية. ميزوا بين هؤلاء وهؤلاء. ليس الشعب وإنما الشعوب الإيرانية بقومياتها، بأعراقها، بأجناسها، تعيش تحت حكم وسلطة قابضة عليها وعلى أنفاسها. وخذوها، خذوا هذه الحقيقة. أي خلل، أي مواجهة ستكون مع إيران سيكون انهيار إيران أسرع من انهيار العراق في تلك الحرب، وأسرع من انهيار سوريا، وأسرع من انهيار العراق الآن في هذه الفترة أمام القوى التي دخلت من الخارج ما يسمى بداعش، وأمام قوى العشائر والأهالي التي انتفضت لكراماتها ولحاجتها ولجوعها ولضيمها. فالرهان على إيران هو رهان خاسر، وستشهد الأيام. وستشهد الأيام من الآن سار ويسير في ركاب إيران كيف سيتخلى عن إيران، كيف سيتبرأ عن إيران، كيف سيكون هو صاحب القومية والحرية والاشتراكية والوحدة والعروبة. وغيرها من العناوين.